بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها السادة والسيدات متابعينا مشاهدينا عبر منصة الفيسبوك، نلتقيكم من خلال فيديو جديد وهذه المرة في موضوع جديد وألا وهو انتقال الدولي الجزائري ريان أيت نوري إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث وقع أمسية البارحة الظهير الأيسر للمنتخب الوطني عقدا يمتد لمدة 5 سنوات يربطه بالنادي السماوي ليصبح الآيت نوري سادس جزائري يرتدي قميص مانشستر سيتي بعد كل من علي بن عربية وجمال بلماضي وجمال عبدون، وكذلك بن كرار ورياض محرز. أما فيما يخص رقم الذي سيرتديه آيت نوري هو الرقم 21، وهو رقم ارتداه الدولي الإسباني السابق واللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي اللاعب دافيد سيلفا، وهذا من شأنه أن يضع الضغط على آيت نوري لكي يقدم أفضل ما لديه. وأقول بأن صفقة آيت نوري كانت منتظرة لأحد الأندية الإنجليزية الكبيرة على غرار تشيلسي، توتنهام وليفربول ومانشستر سيتي، لكن براعة وحنكة المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي وأيضا والإدارة الإماراتية لنادي مانشستر سيتي مكنتهم من حسم هذه الصفقة. لماذا قلنا بأنها منتظرة؟ لأن آيت نوري قد أبدع وأمتع عشاق البريمير ليج بتمريراته وأهدافه ومراوغاته، لسيما ضد كبار القوم في الدوري الإنجليزي الممتاز على غرار نادي مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام ونيوكاسل وغيرهم. وفي الأخير هل ترون بأن آيت نوري قادر على النجاح مع نادي مانشستر سيتي؟ والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسأل الله العلي القدير أني قد وفقت في أن أكون في حسن ظنكم. تقبلوا تحياتي، كان معكم سيد محمد الإسلام. الملتقى إن شاء الله.